مساء الخير، حلقة جديدة وبودكاست جديد ووش في وش، بس النهارده الوشوش إلى حدٍ ما يعني تبدو أحلى شوية، يعني ملك الجمال، وكمان معانا نُهى يعني زميلتنا نُهى، والحياة حلوة يعني و2020 أنتِ ملكة الجمال 20 أو من الtop 10 ها؟ من توب 10 ليه خسرتِ؟ 2020. لا ما خسرتش، بالعكس أنا كسبت كتير. كسبتِ إيه بقى؟ إن أنا سافرت مصر برّه مصر يعني لأ بس أنتِ كان المفروض تبقي رقم 3 مثلًا، رقم 2 3. ليه أنتِ كنتِ مش 10، مش الrank بتاعي إن أنا 10، بس إن هو أنت بتطلع من الtop 10 وبعد كده يعني بتبقى يعتبر من الوصيفات بتوع المَلِكة، فده بيأهّلك إن أنت بتسافر competitions برّه بتمثّل مصر international which is إن هي حاجة حلوة بالنسبة لي جدًا، كان حلم من أحلامي، بتسافري كتير أنتِ أصلًا. عشان أنا مضيفة طيران. رأيِك إيه في الموضوع ده؟ كمان مضيفة طيران. أيوه. مضيفة طيران وملكة جمال. الاتنين مع بعض. طيب قولي لنا بقى، عملتِ إيه أوكي. لمّا خدتِ ملكة جمال أو طلعتِ من الtop 10؟ لمّا طلعت من الtop 10. اللحظات دي كانت عاملة إزاي؟ بُصّي، دي أصعب لحظة، إن أنتِ تبقي مثلًا إحنا كنا حوالي 21 بنت، وصلنا للنهائيات، لحظة ما بيبقى في اللي هو خلاص هنقول ال10 الأوائل، دي أكتر لحظة موتِّرة توتر. جدًا، بتحسّي إن قلبِك بيدق بطريقة مش طبيعية، فدي كانت أصعب لحظة. لمّا سمعت اسمي من الtop 10 كانت فرحة مش طبيعية، استنيت بقى الstep اللي بعديها، إيه السؤال اللي هاتسأله، فاهماني؟ كان إيه بقى السؤال؟ السؤال كان السؤال على ما أفتكر يعني لإنه من 4 سنين، إيه النصيحة اللي ممكن تنصحيها لو حد من صحابِك اترشح لملكات الجمال، إيه النصيحة اللي هتقوليها لها؟ فكان بالنسبة لي النصيحة إن هي لازم يكون عندها ثقة 100% في نفسها، مهما كان أي حد حواليك بيحاول يقول لك حاجة negative في شخصيتك، لأ، لازم تاخدها بway تانية، إن دي تحفزك إن أنت تبقى أحسن وتبقى أحلى، إن أنت تطلع بالصورة الحلوة. فادتِك بإيه بقى مسابقة ملك الجمال؟ فادتني بإيه؟ فادتني بحاجات كتير أوي، أولًا بُص بتخلّيك تعرف ناس، شخصيات تانية، حاجات تانية، لمّا سافرت برّه كمان واتعاملت مع 55 بنت من دول مختلفة، لأ أنت بتبتدي تعرف ثقافات وحاجات وناس أنت ما كنتش تعرفها قبل كده، فدي حاجة بالنسبة لي ميزة كويسة، plus إن أنا كمان مضيفة طيران، فلمّا قبل والّا بعد؟ أنا قبل بعد. كنت هنا في مصر، ما وبعد كنت بقيت في Emirates دلوقتي. يعني عملت لِك نقلة. نقلة تانية صراحة، دي آه. حاجة فادتني برضه، لإن كان في الinterview بتاع Emirates لمّا كنت باقدّم، كان برضه من الأسئلة حاجة ليها علاقة لإن في الCV بتاعي إن أنا كنت في ملكات الجمال، فكنت باتسأل أسئلة من الtype ده، فبصراحة فادتني في القصة دي. طيب قولي لي لو في بنت عايزة تقدّم في مسابقة ملكات الجمال، تعمل إيه عشان تزوّد ثقتها في نفسها؟ دي أول حاجة. مش تعمل حاجة، هي لازم يكون عندها ثقة بالنفس مهمًا كان. تخلّيها عندها ثقة في نفسها أكتر. تخلّيها عندها ثقة في نفسها أكتر، أول حاجة إن هي تكون مثقفة، لازم تكون قارية وفاهمة، بتعرف تتكلم دي أهم حاجة، لإن أي سؤال، أي كلمة، أي حاجة هتتوجه لها لازم تكون عارفة هي بتقول إيه، مش أي كلام بنقوله وخلاص، لأ أنتِ عارفة تردي إزاي وتعملي إيه وتتعاملي مع الناس إزاي، الattitude بتاعِك مع الناس، فدي حاجة تزوّد من قيمتِك قدّام الناس. طب قولي لي بقى لو رجع بيكِ الزمن، كنتِ تشتغلي مضيفة والّا تشتغلي إيه؟ كنت هاشتغل مضيفة ده كان حلم حياتي من وأنا صغيرة. ليه بقى؟ من زمان كان نفسي إن أنا أسافر، ألِف العالم، أشوف الدنيا، يعني أفتكر وأنا صغيرة كنت كل ما باعدّي قدّام المطار وأشوف طيارات وأفضل أبُص للطيارة فوق كده وأقول أنا نفسي أبقى مضيفة، نفسي أبقى مضيفة، فلحد الحمد لله، الحمد لله ما وصلت للي أنا عايزاه. بنشوف بقى مثلًا في فيديوز كده مثلًا واحد يقعد يضايق المضيفة، يقول لها مش عارف برشامة صداع، برشامة الحاجات اللي هي في الدراما لا، 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 والسينما. مش للدرجة يعني دي قولي لي لأ. كده بعض أكيد في موقف كده حد قال لِك برضه نفس القصص دي. لأ، ما صادفتش مواقف يعني صعبة للدرجة دي أوي لأ، الحاجات دي بتبقى في التلفزيون، مجرد إن إحنا حاجات آه. بنشوفها في التلفزيون بس لأ، الناس كلّها فاكرة إن المضيفة واحدة بتقدّم شاي وقهوة بس هي مش كده ما خالص. لو شاي وقهوة بقى كنا رُحنا فتحنا كافيه. بالضبط، هي مش كده خالص، الموضوع مش قايم على إن أنا باعمل service أو الكلام ده كلّه لأ، safety. أنت أصلًا مسؤول عن أرواح الناس اللي معاك، إن لو لا قدّر الله حصل أي حاجة، أنت اللي مسؤول إن أنت تنقذ الناس دي، فالناس فاهمة إن هي واحدة بتروح بتسافر العالم، بتقدّم شاي وقهوة والكلام ده، لأ خالص، هي مش كده تمامًا، ما حدش هيقدر يفهمها أو يشوفها غير اللي جوّه أو اللي عايش فيها، يقدر يقدّر قد إيه إحنا بنتعب، قد إيه مواعيد نومنا بايظة، بتسافر تتعامل مع
مختلف الجنسيات. لأ، بس قولي لي إيه أصعب موقف حصل لِك يعني في الطيارة؟ أصعب موقف حصل لي في الطيارة لأ، ما فيش موقف معيّن حصل بيبقى صعب أو كل حاجة، رحلاتِك لا، كانت لأ. عادية. بتبقى عادية normal، ما فيش أي آه. حاجة، يعني مش حاجة اللي هو مثلًا أقدر أقول لك لأ، في موقف صعب خُفت منّه أو حد طريقة وِحشة، لا، لا. الشاي والقهوة تقديمهم صعب؟ تقديمهم صعب جدًا، جدًا. أنت عارف إن إحنا بناخد training فيهم أصلًا، training في service نفسها، إن أنت إزاي تقدّم service. يعني أنا كEmirates أنت brand، فbrand معروف، فلازم بتاخد training في كل حاجة، إن أنت تتعامل إزاي، الway بتاعتك، أسلوبك مع الcustomers، كل حاجة بتاخد فيها training. لكن موضوع الشاي والقهوة مش صعب يعني. لا، لا، لأ، مش صعب، يعني على مش فكرة صعب. حلو يعني، فكرتِ بقى تفتحي كافيه بعد ما تبقي عشان يقول لِك بقى من شاي شاي وقهوة؟ آه لا، 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 وش لا، 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 لا خالص، خالص، ما أنا لهاش عرفت علاقة. سر كمان تاني، إيه؟ إن هي كانت بتحلم تشتغل حاجة تانية وهي صغيرة دي غير حقيقة. مضيف غير الطيران. مضيف الطيران، كان حلمي إن أنا أكون ضابط. إمم. عشان كده دخلت الكلية بتاعتي، يعني أنا درست آداب عبري وتركي وفارسي، لإن في كلية الشرطة بيتطلب بعد ما أنت بتخلّص الجامعة إن أنت تقدّم كان ممكن إمم. تقدمي في الضباط المتخصصين، ضباط المتخصصين، فدخلت القسم ده في الجامعة بتاعتي علشان كده. بس رُحتِ رُحت للطيران والشاي للطيران. والقهوة. مش الشاي والقهوة، فرق مش بقى الشاي بين والقهوة. الضابط وبين بالضبط، مضيفة الضابط الطيران. شخصية، ومضيفة الطيران شخصية تانية خالص. don't make يعني فاهمة اللي بس أنا هو باعرف أكون الشخصيتين، آه. باعرف إمتى أكون شخصية برج جامدة، الجدي. وإمتى باعرف أكون شخصية اللي هو بتعرف تتعامل مع الناس وبطريقة حلوة وبطريقة شيك، فالاتنين باعرف أوازن ما بينهم. طب بعد كل ده بقى، أنتِ بقى لِك كام سنة شغالة؟ طيران طيران. total يعني نقول 6، 7 سنين، 6، 7 سنين، بس مع Emirates منهم 3 سنين. 4 دولي بقى Emirates وبتاع، 3 سنين 3 مع سنين. Emirates. الأول إيه الفرق بين الشغل في الشركات الدولية والشركات المحلية؟ طيب، ما أقدرش أقول محلية، لإن مثلًا Egypt Air عندهم طبعًا، Egypt Air حاجة تانية، أنا كنت في شركة اسمها AMC زي Nile Air وAir Cairo. اللي هي دي مش شركة صغيرة يعني. الطيران كله إن أنت ممكن تروح يوروب، بس أنت بتروح وبترجع في نفس الوقت، يعني بتروح وترجع، مش بتنزل تقعد في البلد نفسها، فعلى طول. إنما الفرق مثلًا Emirates أنا كل destinations باروحها باخد layover فيها وباقعد هناك، فده فرق إن أنت Emirates لمّا تيجي تقارن Emirates brand كبير جدًا، حاجة عالية، غير لمّا تيجي تقارن بشركة هنا لسه في مصر صغيرة ليها service معيّنة، حاجة معيّنة. هناك أنت علشان من economy تشتغل من economy لbusiness لfirst class لsupervisor بتعدّي بtrainings وexam، فده مراحل تانية. هنا ما فيش القصة دي مختلفة شوية. هناك بتتعامل مع ناس الموضوع أحسن بكتير، كنفسيًا وككل حاجة ده أحلى بالنسبة لي. طب لو يعني دايمًا يقول لِك ملكات الجمال أنا حابب أشتغل ممثلة، أنتِ اخترتِ حاجتين ما لهمش علاقة بالتمثيل. بالميديا يعني أنتِ والتمثيل. مثلًا كلّهم أو أغلبهم نِفْسها تبقى ممثلة، تبقى مذيعة، أنتِ أوكي. ضابط ضابط ومضيفة. ومضيفة، فخياراتِك لأ، أنا دماغي مختلفة تمامًا، تمامًا. مجال التمثيل ما حبيتش إن أنا أدخل فيه أوي، ما حسيتش نفسي فيه، حسيت نفسي أكتر في الحاجة دي، الحاجة التانية اللي أنا حابة أعملها، وبعدين أنا الحاجة اللي باحب أعملها بتلاقيني بادّي فيها أكتر. يعني مثلًا شغلي مُتعب وفي حاجات كتير أوي مُتعبة، وفي حاجات ناقصاني في الlives الsocial life نفسها، بس أنا علشان حاباه فبتضطر إن أنت بتتنازل عن حاجات تانية، لكن ما شُفتش نفسي في الway بتاع التمثيل والإذاعة. ما فيش موقف مثلًا خلّاكِ المواقف اللي إحنا بنشوفها برضه في الدراما والسينما، أنا مش باتكلم على الحقيقة، خلّيكِ بقى تقولي للناس إحنا هبوط اضطراري مش عارف إيه الكلام ده. لا، 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 لأ. طب اتفرّجتِ على فيلم هبوط اضطراري؟ لأ، ما اتفرجتش عليه. لازم فايتني، تتفرّجي على الحاجات دي عشان برضه فايتني. تبقي صح؟ لامّة بكل الحاجات دي. لا، 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 ما اتفرجتش على الفيلم ده خالص. يعني هبوط اضطراري ده مش في هبوط اضطراري اللي قاموس. مش في قاموسي. لأ، إحنا باحاول هنوصل يعني هنوصل. إيه أصعب دولة سافرتيها واختلاف التوقيت بقى، يعني سافرتِ بالنهار رجعتِ بالليل، سافرتِ بالليل رجعتِ بالنهار؟ أمريكا ونيوزيلندا، يمكن نيوزيلندا أكتر كمان لإن من أبعد القارات، 18 ساعة طيران، كتير. كتير جدًا، إمم. جدًا. اختلاف التوقيت بس خلاص أنت جسمك اتعوّد، فبتبتدي إن أنت
ما قدامكش اي اختيار تاني. بتنام على حسب الوقت البلد اللي انت وصلت فيها. ترجع مثلا، برجع على دبي تاني عشان انا عايشة في دبي، فارجع تاني اتأقلم على المواعيد. مش سهل، بس في نفس الوقت طالما اتعودت جسمك نفسه، الساعة البيولوجية بتاعت جسمك خلاص تتعود على ده. بس فرق توقيت كبير. جدا كام ساعة؟ جدا، يعني بيوصل 10 ساعات. ايه اكتر دولة فيها معالم انتي حبيتيها؟ معالم، بص انا من الناس اللي بتميل للبحر والطبيعة. حلو. دي العين حاجة. السخنة جميلة. لا 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 ايه لا. بقى اكتر بلد زرتيها لا، وحبيتيها؟ موريشيوس. عبالي بقى موريشيوس وبالي حلوة جدا، بس موريشيوس ان انت تستجم اكتر. بالي تقدر فيها كل حاجة، يعني فيها حاجات حلوة وطبيعة والحاجات دي، بس موريشيوس it's my favorite destination. واكتر دولة برد؟ اكتر شايفك في دولة دولة برد كده لابسة موسكو. 925 حاجة. موسكو دي وقت ما رحت كانت -25 تلج. كويس انتي رجعت لنا والله. لا، انا كنت راجعه ايدي في حته وجسمي في حته وكل حاجه في حته، بس خلاص جسمي اتعود. يعني مثلا بالنسبه لي الجو هنا بتاع مصر عادي، ده حلو، بس بقارن بقى ما بين انك تروح كندا وموسكو -25 -30. حتى لا دبي حر برضو يعني. دبي حر دبي جدا. حر. دبي احنا ستيل مصيفين هناك. يعني هنا الجو شتاء وبرد، أيوة. في دبي الجو حر ما انتي واخدة بالك ان انتي جاية برضو على صيفي، الصيف يعني. شايف؟ فمش لا انا هنا خلاص شتا. جسمي خد على هناك. الناس ممكن يقولوا ان الحلقة دي يعني متصورة كده في صيف في صيف، في ناس لابسة شتوي، ناس لابسة شتوي، ناس لابسة صيف. صراحة لا، خلاص أنا جسمي أخد على الكلام ده. بتقارن إيه شوية؟ أنا يوم في بلد ساقعة، يوم في بلد حر، يوم في بلد فيها رينينج، بس كل يوم في مكان، مش قاعدة في مكان معين. ده كده انتي بتحتاجي تاخدي بقى كل يعني تجهيزات فيتامين بقى وشوية حاجات كده، حاجات كتيرة علشان لازم مالتي فيتامينز دي لازم. لازم أصلا كأكلك وكشرب وككل حاجة لازم تاخد بالك من صحتك، لأن أنت لو ما أخدتش بالك من ده هتتعب مع الطيران، مع الهيدك، مع الشغل وستريس وكل ده هتتعب. الموضة بقى في حياتك عاملة ازاي؟ الموضة من ناحية يعني اللبس والموضة، لما تروحي حتة بقى تقعدي تشتري، يعني الشوبينج كمان. الشوبينج ده ما تكلمنيش فيه خالص. انا اكتر واحده بعمل شوبينج في حياتها. واخد مني كام؟ واخد مني كان، لا هو تقريبا واخد مني فلوسي كلها. وعندي هوس هيلز. هيلز بس، ده الهوس. ده الهوس بتاعي. دي حاجه انا بحبها. وايه اكتر بلد بتحبي تعملي فيها شوبينج؟ اسبانيا من احلى الشوبينج اللي تعمليه هناك. غالي حاجة ولا حلوة. رخيص؟ من البلاد الرخيصه اللي تقدر تعمل فيها شوبينج. وبعدين اسبانيا مثلا وايطاليا بتحس ان الناس شبهنا شويه، فلما بتمشي في الشوارع تحس ان انت مش حد غريب خالص. فدي من الحاجات اللي بحبها في اسبانيا. اتعرض عليكي الجواز مثلا في ايطاليا، في اسبانيا، في امريكا؟ لا ولا حد شافك؟ لا مش ولا حد للدرجات ركز دي. معاكي؟ مش للدرجات دي. انت اللي بتقولي. لا انا ما قلتش الجواز. لا يعني بقول محدش عرض عليكي جواز مثلا في ايطاليا، في اسبانيا، فشافك بنت بروبوزل يعني؟ جميله بيقعدوا يقولوا كده لا 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 لا، ما احبش الكلام ده. مش كده، مش قوي كده. يعني لسه محتفظه بالشرقيه اللي جواكي. لا انا من الناس اللي لما اجي اتجوز حد مصري. ما فيش. لا ما فيش اوبشن عندي، المصري برضو هو المصري يعني كل ب... حاجه. يعني مهما حصل. مهما حصل مصري. مهما حصل مصري. لما بقى اجنبي حاجه تانية، لا مش ببص للقصه دي. حد فاهم تفاصيل حياتك، حد عارف التقاليد بتاعتك ايه، مش هتقعد تشرح وتقول انا المفروض انا بعمل ده علشان ده. حد من نفس دينك. ما هو اكيد ده طبعا، حتى لو من هناك برضه لازم يبقى على نفس دينك. لازم، ما ده هو مفيش لازم، هزار. بس ده نادر جدا لما تلاقي حد من بره يبقى على نفس الدين بتاعك، فانت تيجي تشرح كل حاجه بقى وتقاليد لا صعب. يعني لو حد مثلا مسلم في اسبانيا وتقدم لك؟ لا انا بالنسبه لي مصري. انت متسستمه يعني انا سيستم. انا سيستم بالنسبه لي مصري. ما فيش اي. لا هو في احلى من الراجل المصري؟ جدا. بالنسبه لي لا. ده الراجل المصري يعني اليومين دول بجد يعني الله يكون في عونه يعني. ليه؟ يعني لا، ظروف الحياه صعبه. ظروف الحياه صعبه، ما اختلفناش. يعني بس الراجل المصري لما يجي يتجوزك ما هو برضه هيصرف كتير. ماشي اوكي، هيصرف كتير، بس ما شفتي ما فيش حتى نمشي الموضوع، لا هيصرف لا كتير على طول. هو ده طبيعي.
الله ده ليه طبيعي. كده؟ لا ده ليه؟ طبيعي. الله هو جاي خدوهم فقراء. هو جاي يتجوز ببلاش؟ لا طبعا. لا هو على طبعا. فكرة الجواز في الشرع مم. ان الراجل لازم يجيب كل حاجة، ده في الشرع. طيب اديك قلت اهو. في الشرع بس كل حاجة بقى ايه، مش لازم مثلا اجيب شقة في زايد، ممكن اجيب بشقة صغيرة في حاجة كده لطيفة. اوكي بس كل الناس دلوقتي بتجيب، وكل الناس بتعمل، وكل الناس بتعمل افراح كبيره، وكل الناس انت بتنبسط. كمان عاوزة تعملي فرح كبير اكيد طبعا. ومترجتها على ده؟ طبعا. انت عاوزة بقى يعني عريس يكون يعني معاه ربنا كده، يكرم. يكون معاه كده مثلا 50 مليون ولا حاجة. 50 مليون ليه 50 مليون؟ ما يا دوب شقة وفرح لا مش وتجهيزات. للدرجه مش دي، ممكن للدرجة دي. 20 يعني. يعني ممكن نقلل شويه. كام بقى؟ على حسب، زي قالت لك 20. 20 مثلا. 20 ما يجيبوش شقة. ما يجيبوش شقه؟ متاكد انه ما يجيبوش شقه؟ مم. لا ما اعرفش بقى، بقالي كتير مش في مصر فما اعرفش صراحه. 20,000 دول يجيبوا الشقة ويفرشوها؟ والله ما خالص. والله يعني لو جت فرصه ان انا اتجوز واعيش في دبي هعيش في دبي. الله رجعت في كلامك. لا بس مصري. لا هي قالت عايزه مصري، أنا بس قلت عايزة ممكن تعيش مصري. في دبي. انا بس أعيش مصري في وابويا دبي. مصري. بس اعيش في دبي، هل ده بيمنع ان مفيش مصريين في دبي؟ لا في في. اكيد مصريين. طب يا جماعه اللي في دبي عندنا عروسه احنا هنحاول. لا 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 مش للدرجه دي. لا يعني وعروسة برضه قمر كمان. بنحاول نساعدك. بتحاول تساعدني. يعني طب مواصفات فتى احلامك ايه؟ مواصفات فتى احلامي. ما تقوليش احمد عز بقى. بما اني طويله، اهم حاجه لازم يكون طويل. ما هو اكيد طبعا مش دي هنجيب لك اهم واحد حاجه. لا 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 دلوقتي نادر قوي لما تلاقي ناس طويله. لا حضرتك بتغلطي كده في الرجاله. لا 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 مش لا بغلط. لا 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 كام انت سنتي؟ انت بتكلم ملك الجمال، فملك الجمال طويله لا اوريدي. ده كام سنتي؟ كام سنتي؟ 180. 180 هتلاقي كتير. شفت بقى انا الشناوي 180. محمد الشناوي 185 طيب و195. ماشي. اوكي. زيزو يعني هتلاقي كتير جدا. هلاقي ناس كتير. هتلاقي ناس اوكي. طويله. يعني صعبة قوي، بس انا مثلا من الناس بلبس هيلز، يعني زي ما انت شايفني طويلة وبحب البس هيلز، محبش ابقى قصيرة ابدا. والله طب احنا ما انت هنفصل لك بعد عايزين نشوف لك شوية. الموضوع ده. صح؟ يعني انت عاوزه 2 متر كده. ليه؟ انا عندي اخويا بقف جنب منه حتى وانا لابسه الهيلز ببقى نفس الطول او ما هي اقل نفس كمان. الجينات. ما احنا مش هنجيب من بره. للاسف. احنا هنا بقى هنخرج نجيب من بره عادي. نحاول ندور نلاقي حاجة اطول شوية. طب يعني انت كده مواصفات فتى احلامك يكون 190 مثلا عنده 50 مليون ومصري. ومصري ولو في دبي برضو شغال يا جماعه. مش هنقول لا. اهم حاجة بقى ان هو يكون متفهم طبيعة شغلي كمان. ده لازم، دي حاجة أساسية، لازم يفهم الشغل بتاعي ماشي ازاي. هو كانوا زمان مطلعين اشاعه مش عارف صح ولا غلط ان المضيفه لو اتجوزت تسيب شغلها. لا 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 مفيش الكلام ده. والله لا 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 خالص. المضيفة بتشتغل عادي زي ما هي فترة الحمل بس هي اللي ما ينفعش تطير فيها، وبعد كده بترجع تجدد لايسنس الطيران بتاعتها تاني وتطير. لكن بتشتغل عادي. في ناس بس انت كتير. بتعشقي الموضوع المضيفه ده. انا طيران. حاسس فيه حب كده. طيران جدا جدا. مش فك- متخيلة انا ببقى مبسوطة ازاي وانا مسافرة. فكرتي تروحي البحر؟ فكرت اروح البحر. ايه علاقة البحر بالموضوع؟ يعني تشتغلي أبقى قبطان في مثلا يخت مثلا بحر كده. لا هو طيران. وبعدين بتفصل في وقت كده بيجي عليك لما بتيجي تسافر، بتفصل ال 16 ساعة اللي انت مسافرهم، انت ما تعرفش حاجة عن العالم اللي حواليك، تليفونك مقفول، مش عارف اي حاجة. يعني انا بصحى باخد في اللبس حوالي 3 ساعات. يعني انا لو طيارتي مثلا تيك اوف 8 الصبح، المفروض اكون عاملة ساين ان في المطار الساعة 6 الصبح. 6 دي يعني انا بصحى من الساعة 2 بالليل، ابتدي البس شعري فول ميك اب، تروح تجهز، بنخش الاول بريفنج روم، بنقعد نجهز للرحله، نتسال اسئله، نبقى عارفين كل حاجه، نبتدي نطلع نجهز الطياره، الركاب تيجي، فبتاخد وقت كبير جدا جدا. فمتخيل ان انا من 2 بالليل تيك اوف 8 الصبح لسه هسافر 16 ساعه مثلا عشان اروح امريكا. بس والله شاطره يعني هي تجربه لطيفه بصراحه انا حباها. ما بين ملكه جمال وبعد كده كنت مضيفه الاول وبعد كده قدرتي تطوري من نفسك وتروحي شركه على المستوى العربي مهمه جدا وبعدين رحتي دول كتير. رحتي سافرتي كام دوله؟ كتير قوي كتير قوي. يعني لو دخلت على الانستجرام بتاعي كده كل ده بلد انا حاطه الفلاج بتاعها. بس دي زحمه قوي.
زحمة قوي يعني. بصراحه اعمل ازمة صح؟ انا مش عارف يعني احسبهم واحطهم على طول كام مش كده. طب ما يعني خلي بالك، ما في ناس كتيره سافرت دول كتير، بس مش كل ما اسافر دوله احطها بقى. لا انا كل دولة لا اسافرها كتير هحطها. كتير، حاولي تشيلي الحاجات دي عشان كتير قوي. احنا ممكن يعني نختصر الحاجات دي. انا حاسس ان هم كتير قوي، انا فعلا بشوف. قولي لي النهارده الفانز بتوعك عملوا ايه؟ لا انا كنت في مكان في تجمع بفطر مع صحابي، وبعدين لقيت الويتر جاي بيقول لي استاذه هدير، فقلت له انا. بحبك قوي. فراح بيقول لي مش حضرتك مضيفه في طيران اميريتس؟ قلت له ايوه انا. راح قال لي انا متابعك على فكره. قلت له متابعني منين؟ قال لي من على الانستجرام، بلف العالم معاكي وبشوف كل حاجه. قلت له والله ثانك يو. قال لي لا انا عارفك وبتظهري لي على الانستجرام وعامل لك فولو. فكان بالنسبه لي اللي هو طب يعني انت عرفتني من الصور في الحقيقه برضو؟ قال لي انا عرفتك وعارف كل حاجه فمتابع. لا نجوميه يعني. انا حاجه كده بدات اقلق. على قدنا كده شويه. النجوم الفني كده بداوا شويه رغم اني مش قاعده في مصر. بمناسبة الفطار بقى، بتظبطي اكلك ازاي؟ بظبط اكلي ازاي؟ عشان دي حاجة مهمة جدا. بصي في اوقات بتيجي عليا باكل فاست فود على طول لما اكون راجعه تعبانه، وفي اوقات عندي مزاج ان انا اطبخ. تعرفي تطبخي؟ طبعا من ساعه ما سافرت. احكي لي كده. من قبل ما اسافر ما صراحه ما كنتش بخش المطبخ، ما كنتش بعمل اي حاجه. اما سافرت وقعدت لوحدي وعشت لوحدي، مسؤوليه في كل حاجه. اطبخ بقى مكرونه بشاميل، صينيه بطاطس بالفراخ. سهله. لا تطبخ حاجات صعبة. سهله. لا فين بقى الصعب؟ سهله. خلي بالك ان العريس المستقبل ممكن أيوة. يكون بيسمع اوكي وهيحللك من خلالها. محشي مثلا. خش كده. طيب خش عليا بالمحشي بقى. اسهل من المكرونة البشاميل. بالظبط المحشي اسهل من ورق المكرونة عنب. البشاميل. لا الورق عنب ده صعب شويه. قولي بعمله بقى. لا مش هنقول صعبة، إن إحنا نتكلم. هيتعلمي بسرعة. لا هنقول ان انت بتعمليه عادي جدا وهو مش هياخد باله. لا مش هياخد باله. لا عادي. انا عندي قابليه ان انا اتعلم. هو الراجل بيحب ورق العنب، فلما يجي يتجوزك وما تعرفيش تعملي ورق عنب ويجي يسمع الحلقه بعد كده 5 3 4 سنين بعد كده العريس هيعرف ان انا بعرف اعمله. ما انا هتعلم. ايوه. طيب. فلازم تقولي انا ما بعرف. قلتش ان انا مش هتعلم واعمله. اه ده سهل. بس لا بحب الطبخ، بحب اقف في المطبخ. اللي هو صينيه البطاطس. صينيه البطاطس، مكرونه بشاميل لازم تطلع تبقى جوسي كده طبعا جوسي من جوه ومن بره. طب وايه كمان؟ الاثنين. يعني دي الحاجات اللي تلاقيني بقى. بانيه بقى ما اقولكش، بانيه بتاعي لا التتبيله بتاعته صعب مختلفه قوي لو البانيه سمحت. ده. لا تتبيله البانيه مختلفه. تحطيه في اير فراير، يا صعب جدا. انا ما بعملوش في الاير فراير. اوكي. التتبيله تختلف. ده بشهاده صحابي على فكره. صحابك. صحابي. طيب. دي حقيقه. يعني بتعرفي تعملي بانيه مكرونه ومكرونة بشاميل وبطاطس وبطاطس بالفراخ. مش فاكره فكرت في ايه او تاني. عاوزه مهر كام؟ والله بقى اللي يقدر. بانيه وبطاطس ومكرونه. اللي يقدر. ننزل بقى شويه بالمهر. وملك الجمال. ننزل شويه بالمهر. ننزل لفين؟ ننزل بقى شويه بالمهر كده، عشان بانيه وبطاطس ومكرونه ده احنا كده مش دخلنا. بطاطس محمره. احنا كده دخلنا في فكره ال5 مليون جنيه وننزل كمان شويه. ليه ننزل؟ ما فيش بقى كده اي حاجه صعبه يعني. لا ملهاش لا، علاقه. وهتتعلم ورق العنب. هو جاي يتجوزني انا ولا جاي يتجوز اكلي؟ لا الراجل من حقه ياكل. انا متجوز ليه؟ عشان اكل. طب بصي موضوع العريس ده هنسيبه لانه شكله كده هيبقى فيه مشاكل كتير. واضح كده ان هيعمل مشاكل. انا قلقان من موضوع العريس ده، مش ماشي. حاسس ان الموضوع سهل. صعب وزي جه واحد شوية. في دبي، اوكي خلاص هنشوف يعني. نحاول نتصرف. طيب تفتكري بقى انتي كست شرقيه تربيتي اكيد تربيه شرقيه، لما تروحي تعيشي لوحدك وتشوفي الدنيا لوحدك، في عندنا برضو ناس بتفكر، مش كل الناس بتفكر ايه ده عايشه لوحدها. لا يا عم. شفتي النوعيه دي؟ شفتها كتير. لا تسافري وعايشه لوحدك واهلك سايبينك وبتروحي وبتيجي، محدش بيتكلم بيقول حاجه. ما بعملش حاجه غلط. نشتغل. في ناس حط الرولز دي ازاي؟ حاطه الرولز ازاي؟ بص انا اتربيت زي ما انت قلت مع عيله شرقيه، عارفه الليمت بتاعي فين، عارفه ايه الصح من الغلط. لو كان اهلي نفسهم مش واثقين فيا ما كانش مثلا والدي او والدتي اللي هو جو اهيد وسافري وروحي وعيشي وتعلمي، دول اكبر سبورت ليا بابا وماما.
الاتنين من اكتر الناس مثلا اللي كانوا بيفضلوا يقولوا روحي قدمي في امارات، قدمي. فكان سبورت بالنسبه لي. لا، اهلي مش شايفين ان انا ممكن اعمل الحاجه الغلط اللي تخليها، لا احنا مش واثقين فيها فسايبينها لوحدها في بلد مش عارفين عنها اي حاجه. انا نفسي عايشه وسط كوميونتي بتتعامل مع ناس اجانب، مش نفس الشخصيه، مش نفس الكاركتر، مش نفس كل حاجه. مثلا من الناس اللي مش بشرب الكحول خالص، فتلاقي الناس ازاي، هاو كم، خصوصا ان انا وسط كوميونتي وعايشه. فانا في ليميت حطاها لنفسي، انا عارفه انا بعمل ايه. انا مسافره عشان اشتغل، عشان كمان اتعلم. الغربه ما بتعلمك حاجات كتير قوي، بتعلمك ازاي تتعامل مع الناس، بتشوف ناس بثقافات وحاجات تانية. انت اللي قادر من جواك بثقتك في نفسك ان انت تحدد الليميت بتاعك، مش مجرد ما حد هيجي يقولك تعالى نعمل ده هتروح تعمله. انا مش عايزه اعمله، مش هعمله. شايف ان انا رجعيه شخصيه مش بتفكر صح، it's okay, it's up to you. بس انا بالنسبه انا لي لا، بتكلم في كده، ان هو مثلا انت عايشه في مجتمع منفتح، منفتح جدا. وانت يعني يبدو لي ان انت متمسكه بفكره المصريه اه والشرقيه واهلك دي حقيقه. حاطه الموضوع ده قدام ده عينيكي. ده قدامي عيني على طول. اي حاجه بعملها ببقى شايفه والدتي قدامي. انا اتعلمت على ايه وكبرت على ايه، فانا مش هتنازل عن ده. لما حد يجي يقول لي انت اصلا انت ما بتعمليش ده فانت شخصيه مثلا ده حتى رجعيه. البنات اللي اصحابك اللي ممكن يقولك ايه بتشربيش ما بتعمليش. ده مش هقدر اقول لك مثلا ممكن اواجهه من حد عربي او حد مصري اكتر من الاجانب. ازاي، هاو كم، الكلام ده كله ما ياثرش فيا تماما. انا معجبه بنفسي كده. اللي هيتعامل معايا بيتعامل معايا عشان شخصيتي، مش بيتعامل معايا عشان انا مثلا واحده بتسهر ولا بتعمل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لا، انت اللي تقدر تحدد الليميت بتاع نفسك، تخلي اللي قدامك ازاي يعرف يتعامل معاك ويحترمك. دي حاجه كويسه، يعني هو موضوع صعب مش صعب، بس هو انت شكلك شرقي في الاول في مش الاخر. صعب. شكلي كليوباترا مثلا. لا يعني ما كانوا لابسين كليوباترا في دي حقيقة، لما سافرت يعني بره كنت لابسة كليوباترا. تدي شرقيه يعني. ملامحي شرقية، مع ان كل اللي يشوفني ما يدينيش ان انا مصرية. ليه ان شاء الله؟ والله لا، كتير قوي. اسبانيه؟ انت عارف ان انا على الطيارة بسمع كتير قوي برازيلية ومغربية. لا ده دول بيجاملوكي. مجاملة؟ لا. مصرية، افتخر ان انا مصرية، بس لا. بسمع من الناس ان لا شكلك ما تديش مصري. لا شكلك مصري، عينيكي واسعه ومسحوبه مصري. هي عيون كليوباترا. هلا بقى، هلا يا كليوباترا. خلاص احنا هي نسميكي هي هدير عيون كليوباترا. كليوباترا بالظبط كده. فلا يعني مصريه، شكلك مصري يعني. اوكي. بس اسبانيه ما قالكيش اسبانيه؟ لا اسبانية لا. ولا برازيليه؟ برازيلية ولا ايطاليه؟ ولا ايطالية. طب كويس، يعني اديكي هم كانوا كويس، مجادله لطيفه يعني. مجاملة؟ لا مش مجاملة. انا على فكرة باخدها بحاجة ان هي حاجة حلوة، بس لما باجي ارد لا انا مصرية وبفتخر ان انا مصرية. دي حاجة بالنسبة لي حلوة. انت فاكرني ان انا برازيلية او انا من المغرب او حاجة، لا انا مصرية. طبعا انت شايف مثلا ممكن يكون هو بالنسبة له ان هو شايف ان البنات بتوع الدولة دي حلوين جدا. لا احنا في مصر عندنا بنات حلوة عندك أوي. ثقه في نفسك انت جدا من ساعه ما قعدتي وانت عارفه تقولي انا احلى واحده، جدا انا اجمل واحده. جدا. كل واحد عنده ثقة في النفس. دي لازم. يعني انت احلى ولا ياسمين صبري؟ لا انا احلى. مم. مم. كل واحد بيبقى شايف نفسه حلو بالطريقة اللي شايف فيها. ياسمين صبري. ياسمين صبري حلوة، ما اقدرش اقول ان هي وحشة. بس انت احلى منها. انا جميلة وهي جميلة. كل واحدة جميلة بطريقتها. مش بس انا هبعت لياسمين صبري ونشوف. اوكي. انا هبعت لها يعني شوف ونخش. مع انت شوف بقى عشان ملك الجمال هتخش منافسة. انت بقى عشان ملك الجمال دي مقويه قلبك. مش عشان ملكة الجمال بس، انا شايفة نفسي حلوة. عندك ثقه في نفسك انت. مش غرور، ثقه. ثقة. في فرق ما بين غرور وفي فرق ما بين ثقة. بتشجعي في الكوره مين؟ في الكورة مين؟ بشجع الاهلي، اهلاوية جدا تفهمي في الكوره؟ يعني الى حد ما. طالما اهلاويه ما تفهميش في الكوره. ليه؟ عشان زملكاوي صح؟ لا يعني طيب قولي لي الاهلي كان بيلعب امتى؟ مش فاكرة، تقريبا كان امبارح، مش فاكرة او الاهلي. معرفش. ايوه هم كل الاهلاويه اللي هم بياخدوا بنسقف. لا مش بناخد ما بيعرفوش طب بقى. انت عارف ان انا من الناس اللي كنت بروح الاستاد وبشجع وبروح ساعة مصر، يعني مصر لما كانت بتلعب في الامم الافريقية هنا، ما كانت معمولة في مصر في 2000 مش فاكرة 2000 وكام. 19. لا في قبلها 2000 وحاجة، كنت لسه صغيرة كنت بروح الاستاد وبشجع.
كنت رايحه مع بابا. بروح بس انا بحب الحاجات دي، انا بحب جدا. يعني مثلا ممكن اكون اجازه في دبي واعرف ان الاهلي مثلا بيلعب محل، بروح اتفرج. مش ناويه تمثلي يعني؟ لا يعني مش قوي، مش شايفه نفسي في المجال ده. مع انك حلوه واحلى من ياسمين صبري. ماشي، بس مش شايفه نفسي في التمثيل. ليه لا؟ بس مش احلى من اسماء جلال. ملهاش علاقه، كل واحده حلوه بطريقتها، كل واحده ليها ميزه، وكل واحده شايفه نفسها حلوه. محدش شايف نفسه وحش، محدش هيشوف نفسه ويطلع يقول على نفسه وحش، بس كل واحد بطريقته. ايه الحاجات بقى اللي بتحلمي بيها ونفسك تحققيها؟ الحاجات اللي بحلم بيها ما اقدرش اقولك ان في حاجه دلوقتي، لان دي من الحاجات اللي انا كنت بحلم بيها، ان انا اكون كابين كرو في اميريتس. دي الحمد لله ملك الجمال وصلت لها الحمد لله. فحلمي دلوقتي ان انا في البوزيشنز بتاعي في الشغل ان انا اعلى. يعني انا دلوقتي اترقيت من ايكونومي، بقيت بشتغل في بزنس كلاس. الستيب الجاي ان انا اكون فيرست كلاس. تشتغلي على نفسك ازاي عشان تطوري من نفسك؟ بصي، السيستم عندنا مش فكره ان انت تشتغلي على نفسك ازاي، فكره ان انت البرفورمانس بتاعك في شغلك اهم حاجه. ما يكونش عندك كومبلين من باسنجرز كتير، يكون البروفايل بتاعك كلين، مفيش مشكله عندك ان انت تقدر تمنعك الابجريد. بلس ان انت بتقعدي تذاكري. فالمذاكره دي الناس كلها تقول لك مضيفه الطيران تذاكري ايه وما تذاكريش حاجه. لا، احنا عندنا مذاكره. مضيف الطيران موضوع صعب جدا، شاي وقهوه ونسكافيه، في ناس مذاكره كتير في كل حاجه، في كل حاجه انت عايزها. يعني. مع ايفرست هتلاقي كل انتوا بقى حاجه. بتعملوا الحاجات دي ولا هي بتيجي لكم؟ لا، احنا اللي بنعمل. انت عارف ان احنا عندنا اسبريسو ماشين على الطياره كمان؟ الله، جميل قوي. شفت بقى؟ بتعرفي تعمليه ده كويس كمان؟ هي اسبريسو تحط تحط الكبسوله. خلاص. لا والله بجد تستاهلي 50 مليون لا فعلا. بس بجد يعني بجد. لا بجد والله. لا بجد، لو السؤال اللي هي بتاعها، احنا بنتعب في مذاكره في وقت عندنا كل سنه عشان اجدد لايسنس الطيران بتاعتي. هيدك مش طبيعي، بتقعد تذاكر 4-5 مواد، مجبر ان انت لازم تنجح فيهم. انت لو ما نجحتش بيتاخد معاك من يعني اجراءات من الشركه تانية. زي ان انت ممكن تاخد فيها ان انت كده مش سيف ان انت تطير. ما هو انت اول حاجه عندك كطيران سيفتي، فدي امتحانات ليها علاقه بالسيفتي. انت مش مؤهل ان انت تطير، فتلاقي الشركه اللي هو بتبتدي تديك حاجات زي الورنينج كده على بسيطه شويه، تنزلي شويه. مش بتنزل في الابجريد بتاعك او حاجه، بس في الفايل بتاعك دي حاجه مش حلوه. لازم ان انت تشتغل وتذاكر وتعرف انت بتعمل ايه، لا قدر الله لو حصل اي حاجه هتلحق الطياره ازاي. ايه اكتر فيلم لما بتتفرجي عليه بتحسي بتقعدي تحكي على فكره المضيفات؟ يعني مثلا في فيلم لهنيدي انا لسه فاكره دلوقتي اهو، لما دخل التويليت في الطياره وبقى وبتاع فلسطين العظيم. فلوس ايه؟ انت عارف ان انا قبل ما اشتغل مضيفه طيران كنت فاكره الفكره دي، اللي هو اول ما تدوس على الفلاش ممكن وانت قاعد تتشفت. كنت فاكره حاجه زي كده، بس لا خالص مفيش الكلام ده. دي حاجه من بما انك الحاجات. مضيفه فنستغل ونقول لمحمد هنيدي بلاش الكلام اللي انت لا بتعمله خلاص بقى، تسويق سمعه بس، اللي هو لا مفيش الكلام ده خالص، ملهاش يعني. علاقه. طب شايفه بقى فكره المضيفه؟ يعني احنا عندنا في مصر هنا فكره المضيفه دي واو مضيفه وبتاع، فبتلاقي الدنيا. على فكره في اي مكان في العالم، يعني احنا لما بننزل وبنخرج اي مطار بنخرج منه رايحين اللي اوفر بتاعنا، بتلاقي الناس كلها واقفه بتصورنا. الناس كلها مبهوره. اميريتس، يعني انت مثلا الطياره احنا بنبقى 25 واحد، 25 كرو شغال على الطياره نفسها. كرو المضيفات. المضيفات احنا 25 واحد، بتحس ان احنا جيش داخل ماشي كده في المطار، فتلاقي الناس كلها بتصور. بعد كده ممكن تلاقي على التيك توك نازل في فيديو الناس مصوراك. فالناس في لا العالم بس كله. بنتنا برضو داخله وسط ال 25 طويله وبتاع يعني لا شغل عالي. ايوه ملك الجمال دي قصص حقيقة. يعني. لا بس اميريتس، يعني انا بصراحه بفتخر ان انا شغاله في اميريتس. دي حاجه حلوه جدا بالنسبه لي، بتفيد لي كتير في حياتي كشخصيه وكتعامل مع الناس، بتفيد، فانا حباها. شخصيتك اتغيرت صح؟ بنت بشكل مختلف لما رحتي. دي حقيقه كتفكير وككل حاجه. تاخدي نوع معاكي؟ يا ريت، يلا بينا يلا. يعني الوقت بقى اللي ما فيهوش شغل بعمل فيه تعملي فيه ايه ما بتعمل محشي غير المحشي؟ وبنام. محشي لازم وبانيه أنام. يعني خروج ولا بيت؟ خروج ولا بيت؟
لما بكون ان انا عايزه اخرج، محتاجه ان انا اخرج، بخرج. حاسه ان انا لا محتاجه، بس معظم الوقت بحب قعده البيت. بحب قعده طب البيت، بتقعدي في البيت تعملي ايه؟ اتفرج على التلفزيون، انام، اقعد اروق شويه، انقل شويه حاجات في البيت. الحاجات دي بحب اعمل كده. بعدين انا بحب النظام، كل حاجه تبقى ماشيه بنظام ومترتبه ومحطوطه في مكانها كده. العشوائيه دي مش بحبها. يعني بتقعدي تروقي الشقه في عادي في ده الاجازه. بشوف، خلي بالك برضه تسويق، شطورة. بتسوق لنفسها برضه يعني. شطورة. ذكيه جدا يعني. بص اللي هي برضه ايه، جيبها كده تقوم لفه الحاجه وجايبها في حتتها يعني. لا بس لازم انت يعني مضيفه وشطوره وبتروق البيت وبتعمل اكل. ست بيت بصي شاطرة ما شاء الله وجميلة. كل حاجه يعني فول ملك اوبشنز. الجمال. فول اوبشنز. يعني بصي احنا كده داخلين على يعني ايه، هاي ال 50 مليون مش هنعدي لا احنا صح؟ هنعدي هنعدي. بقى. كده داخلين هنطلع. داخلين على 60 دلوقتي. هنطلع. يعني بتعرف تسوق لنفسها أيوة. كويس. لا بس انا بحب النظام في حياتي، دي اهم حاجه. حتى في شغلي ما تلاقينيش، عمري ما رحت متاخره ابدا عن شغلي. اي حاجه، اي ميعاد عندي تلاقيني قبلها على طول، لازم اكون هناك. فما اعرفش ايه الجزء اللي انت خدتيه؟ الايه؟ جزء جزء؟ مش لا. عارفه جزء يعني جزء اتعاقبت. العقاب في الشركه، الحمد لله خصومات. الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي لا. الحمد لله. يعني انت في المدرسة كنت شقية ولا هادية؟ لا انا كنت هاديه جدا جدا. من ايه الناس المثاليه الهادية. دي؟ وشاطرة؟ ولا ايه هادية المثاليه وشاطرة. دي؟ هاديه وشاطره. ايه المثاليه دي؟ شفت بقى اكتر من كده ايه؟ لا لا انا فعلا بميل للهدوء. يعني انا ما تلاقينيش شخصيه مجنونه، بتجنن في اوقات معينه وما اكون مع اصحابي إيه بقى؟ كلوز قوي. يعني ما اكون مع مين اصحابي. مين يعني احكي لنا عن صحابك شويه عن صحابي اللي في مصر ولا اللي في دبي؟ اللي انت حابه تتكلمي عنه. والله في مصر هنا عندي يعني جروب صحابي، كل ما بنزل لازم هم دول اللي بشوفهم، برتاح معاهم، بحسهم نفس شخصيتي، نفس كل رغم ان حاجه. انت مش قاعده هنا على طول وبتاع. بس لسه في بينا تواصل ولسه بنقابل بعض، واوقات بيجوا لي دبي وانا بنزل مصر بشوفهم، فبيبقى ستيل بعيد عن بعض، بس احنا بنكلم بعض على طول، بنبقى عارفين عن بعض كل حاجه. في دبي عندي كام حد كده هم اللي كلوز مني، كام صاحبه من الطيران ومن بره الطيران، دول اقرب طب اللي ناس من ليا. بره اللي من بره الطيران دي جت ازاي؟ اللي من بره الطيران دول عن طريق بقى معارف بتبقى عارفهم مثلا، فتعرفت عليهم فبقينا اصحاب قوي. وبعدين انا بحب اصاحب الناس اللي شبهي، احس ان انا مرتاحه معاهم، مع بعض في الكلام، الخروجات، كل حاجه، ما تحسش ان انت متصنع او ان انت لازم تتصنع معاهم. فوالله بجد يعني لما قلت الحلقه دي يعني قلت نوضح للناس، البنات بقى المحبطه اللي بتقول لك مش عارف ايه، طب هشتغل فين؟ طب ما في واحده هي سافرت وتعبت واجتهدت، وبتقولي ان انت عندك حاجات امتحانات دوريه سنويه لو كده بتبقى فيها مشاكل. فخلينا نطلع بقى النموذج اللي هو يعني اشتغل على نفسه. بالظبط، اشتغل على نفسك واعمل كل حاجة، ومش شرط ان انت تتأثر بثقافة بلد تانية او حاجة تانية. انت شخصيتك زي ما هي، اتعامل زي ما انت. اللي بيحبك واللي عايز يتعامل معاك هيتعامل معاك باسلوبك وبشخصيتك، مش هيتعامل معاك عشان انت بتعمل ده او بتعمل ده، او ان انا لازم اغير من شخصيتي عشان اكون كده. لا، انت اجتهد وشوف انت عايز توصل لايه، هتوصل له. اعمل ده، ذاكر، مطلوب منك انك ذاكر، مطلوب مني ان انا احضر ماسترز، اعمل كذا، هعمل ده طالما عايز اوصل. انما بقى عشان افكر ان الناس هتشوفني عامله ازاي، او دي بتسافر او دي بتعمل فهتشوفني وحشه، عمرك ما هتوصل. زي ما قلت لك، خد الحاجه النيجاتيف خدها بطريقه بوزيتيف. وانا بصراحه لازم عند الحته دي انهي واختم. قوليها تاني كده. الحاجه النيجاتيف خدها بوزيتيف. والله لا بصراحه جميله قوي. يعني احلى ختام والله. والله انا احلى ختام للحلقة. نورتينا هدير. والله انا الفانز بتوعك بقى قولوا لهم على الحلقه. الفانز ماشي مستنين. الفانز هيزيدوا بعد الحلقة دي هيزيدوا. خلاص. ودبي بقى وبعدين هي أيوة. الشركه هيرقوها على طول مديره. على طول. يا ريت اوصل للسوبرفايزر على طول، ما عنديش نورتينا يا مشكله. هدير. والله انا مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، مبسوطه مع نهى القمر ومع حضرتك. يعني نورتينا بصراحة. وشرفتينا، وان شاء الله دايما تبقي معانا وقصه نجاح. شفت بقى جميلة. نهى القمر اللي عاوز وحضرتك. يشتغل يا جماعه اهي بنت يعني، مش كده راجل، انت بنت. فبالتوفيق ليك ان شاء الله في اللي جاي.